نحن كأساتذة وأطر الدعم هنا بالمديرية الإقليمية لبن مسيك جينا واقفين لأجل إسقاط النظام الأساسي، النظام الأساسي اللا عادل والمجحف، النظام الأساسي الذي يهين كرامة الأستاذ المغربي، النظام الأساسي الذي جاء بمجموعة من المقتضيات التي تحط من قيمة ومن كرامة الأستاذ المغربي. أول شيء احنا ما كنطالبوش بشي حاجة اللي كبيرة، احنا كنطالبوا بالكرامة، الكرامة ثم الكرامة ثم الكرامة. كنطالبوا بأن الساعات تكون محددة، وكنطالبوا كذلك بتحديد المهام، حتى إذا قمت بمهمة غير المهمة ديالي فيجب أن أعوض عليها. احنا اليوم جينا على مسألة كرامة الأستاذ. هذا النظام أبلغ ما قيل فيه هو نظام المآسي، يعني جاب مآسي رداتنا ل 2003 كانت حوايج محققة في النظام ديال 2003 دوكا ضاعت وتزاد حوايج أخرين ضاعوا. احنا جينا هنا كوقفة احتجاج على نظام ضيع بزاف حقوق للاستاذ ولا استمر يزيد يضيع حقوق اخرين. المدرسه العموميه حنا نتاج ديالها، كلنا نتاج ديال المدارس العموميه، صحفيين، اساتذه، اطباء. اذا هذه المدرسه العموميه لانضطرات، اشنو غيكون مآل المجتمع؟ اذا كنا حنا اساتذه كنربيو اجيال راه حنا خاص تكفل لنا الكرامه ديالنا. الا ما تكفلاتنا الكرامه ديالنا كيفاش غنعيش انا في الذل وغنطلع مواطن عنده كرامه وعنده ديمقراطيه في التفكير وحريه الاختيار اذا كنت انا ما كنتمتعش بها؟ باش تنوير للراي العام ان الاغلبيه دروكا اللي داير في المجتمع ان الاساتذه بغاو الفلوس. حنا ما كنهضروش على الفلوس، حنا كنهضروا على ظروف ديال الاشتغال اللي خاصها تحسن باي طريقه. ما يمكنش الاكتظاظ، ما يمكنش الساعات المجحفه للتلاميذ، ما يمكنش انعدام بزاف الوضع الامن باش يخدم فيه الاستاذ. اذا حنا زياده في الاجور غير فيض من غيض. اذا باش ننوروا الراي العام حنا راه الاجور غير شق من بزاف ديال النقط اللي جينا اننا نحتاجوا عليها في اطار القوانين اللي كيفلوا منا الدستور. حضرنا اليوم كنجسدوا هذه الوقفه اللي كتمثل المديريه رفضا للنظام الاساسي. وبطبيعه الحال هذه المساله كتجي في سلسله مجموعه من الاحتجاجات اللي امتدت من البارح الى غايه اليوم. الموقف ديالنا بسيط، هو اننا كنرفضوا النظام المآسي. علاش؟ لانه حقر الاستاذ، وبالتالي باقي المتدخلين في القطاع غناهم بالتحفيزات المعنويه والماديه. فاحنا بطبيعه الحال حنا صامدون في المواقف ديالنا، كنرفضوا اننا نتحولوا الى عبيد، نتحولوا الى خدام داخل شركه، ان السيد المدير وباقي المتدخلين يديروا فينا ما بغاو. فهذا هو الموقف ديالنا، باغيين الكرامه. وبالمناسبه الزياده في الاجور ماشي هي الحل، الزياده في الاجور كتبقى مطلب ولكن ماشي الاساسي. الاساسي هو الاعتبار للاستاذ. انا شخصيا ما بقيتش كنقدر نمشي نقري، علاش؟ انا كنحس بالكرامه ديالي ما كايناش. فكيفاش انت غتمرر معارف، غتمرر مواقف معينه في ظروف معينه، وخصك تزرع في التلميذ حب الوطن والكرامه ومجموعه من القيم، وانت اصلا كتحس براسك انت ما عندكش، فبالتالي كنوقف واحد التناقض. فالمطلوب اليوم هو ان الحكومه اللي هي تجسيد في الانتخابات الاخيره لغالبيه المغاربه، فالمطلوب انها تجلس مع الاساتذه وتلقى معهم حل.